السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن آخر الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية. أول خبر معانا من النادي الأهلي، أليو ديانج يقترب بقوة من تجديد عقده مع المارد الأحمر لمدة 3 سنوات. والخبر الثاني، إمام عاشور برضو بيقترب بقوة من تجديد عقده بعد نفي النيوم السعودي التواصل مع اللاعب. كريم فؤاد يتخلص من الإصابة ويصبح متاحا للمشاركة في مباراة الغد. أخبار الزمالك يخسر أمام بروكسي 3-1 في مباراة ودية. والزمالك يقترب بقوة من انهاء صفقة عدي الدباغ بعد الاتفاق مع النادي واللاعب. علي معلول بتويته تقول للزمان ارجع يا زمان، الصفاقسي يعلن عن عودة النجم الكبير. كريستو ينتقل رسميا للنجم الساحلي لاعب الأهلي السابق. ونادي سوتشي الروسي يعلن ان صفقة يحيى عطية الله سينتقل رسميا للوداد المغربي. مصطفى محمد يتفق مع نيوم السعودي على الانتقال له. الصفقة ممكن تكلف حوالي 10 مليون يورو. داروين نونيز، الهلال مازال مهتم بضم اللاعب، وليفربول يطلب ما يقارب من 70 ل 75 مليون يورو. والكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يرفض مانشستر يونايتد ويتمسك بالانتقال الى ليفربول. وليفربول ارسل عرض 120 مليون باوند ولكن قوبل بالرفض من نيوكاسل. وايدي هاو بيقول ان خلاص بنسبة كبيرة إيزاك لن يكون موجود في نيوكاسل، وليفربول مازال ينتظر فرصة انضمام اللاعب. وجماهير نيوكاسل تفتح النار على إيزاك وتصمم هذه الصورة: كان بإمكانك أن تكون شيرر ولكن ستظل دائما أوين. سيسكو نجم لايبزيج الألماني بيضع أن نيوكاسل هي أولويته ويرفض برضه مانشستر يونايتد، وبالتالي ممكن تكون فرصة جيدة لانتقال إيزاك إلى ليفربول. حسب صحيفة SBN، سان ماكسيمان سينضم إلى كلوب أمريكا المكسيكي. الإعلان هيكون يوم الاثنين، عقد لمدة 4 سنين وصفقة بقيمة 10 مليون دولار. وآخر خبر معانا، سون هيونج مين يعلن رسميا رحيله عن توتنهام، النجم الكبير اللي قضى فيه أحلى فترات كروية ليه. كده تكون انتهت أخبارنا يا أصدقاء. أتمنى تشاركونا بتعملوا لايك واشتراك للقناة وشير للقناة عشان نوصل بدعمكم. كومنت لو موجود، وإن شاء الله انتظروا حلقة تنزل عن الفانتازي بريمير ليج زي ما وعدناكم. وإن شاء الله في حلقة كمان قوية جدا عن النادي الأهلي وعن الفرق الأوروبية بالتفصيل، عشان برضه تقدر تستغلها سواء عايز تجيب لعيبة، سواء في الفانتازي، سواء في انك تدرس فرقتك المفضلة. فكل ده هيكون موجود ان شاء الله. والسلام عليكم.